السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. فيديو اللي درت لكم فيه النهار اللي سافرت فيه من يعني من من تلمسان الى حسيم سعود كما راكم تشوفوا هنايا. اول حاجه كنت بديت بها، درت شويه غاطو باش نديه معايا للفال. ماما واختي كانوا ديجا داروا انواع، وانايا حبيت ندي معايا حاجه من الدار، وما شغل ما كاش عندي الوقت. امالي دخلت للقناه تاع ام زياد المعسكريه. دوك نحط لكم رابط الوصفه اللي درت منها هذاك الغاطو في صندوق الوصف. المهم وجدت صوالحي، لميت فاليزاتي وانطلقنا كما راكم تشوفوا. مع الخمسة تاع الصباح عادك طولنا، نضنا 4:30 وبدينا ندورو حتى تقريبا 5:30 اللي خرجنا من الدار. بصح كان الحال شباب. هنا ماشي انه كانت تصب، وانما خويا فقط غسل الزجاج باش يشوف مليح في الليل. وقلعنا، واول وجهه كانت مشينا للمعسكر على خاطرش مرات خاي كانت يعني حابه شي صوالح من دارهم، ولينا فتنا عندهم هنايا. كانت 7 ولا 7:30 تاع الصباح. تقهوينا وكانت طلعت الشمس غايه وقبضنا الطريق. وهنايا كي جينا فايتين في تاغيه هذه في معسكر. فتنا ولقينا القيطار فايت. حبيت نصور لكم. انا نحب كي نحكموا الطريق ونبدا نبداو نشوفوا صوالح اللي كيما نقولوا هكا حاجات شابين. تجي تفوتي تصيبي مش عارف طياره فايته، تصيبي تران فايت، تصيبي مارشي، تصيبي مش عارفه انايا المسخون مطرطك في الطريق، تصيبي شلال، تصيبي. انا هاد الصوالح يعجبوني نبقاو عندك يعني سينو انايا يعني اغلب الوقت نفوته راكده. يعني مثلا نقول 80% من الطريق راني راكده، الى نوض شويه نكونيكتي ولا نتفرج ولا ناكل ونعاود نولي نرقد. تقريبا الطريق انا كاع ما نشوفهاش. هنايا كيما راكم تشوفوا النوسه كان في اللوطو يتفرج، وحتى انس والله العظيم شويه تعبني في الطريق. راكم عارفين الطريق فريمون بعيده، درنا 14 ساعه تاع الطريق، يعني من 5 تاع الصباح وقيله وصلنا هنايا حتى 7 تاع الليل. وفريمون تعب، يعني بقى يرقد وينوض. وراكو عارفين البز يحبوا شويه مساحه اللي كيما نقولوا يتحركوا فيها. البز يبغي يلعب، يبغي يهود، يبغي يتوشي الصوالح. وفي اللوطو فريمون يعني المساحه محدوده. سيرتو كنت ديجا انا واختي راكبين من التالي وهو راكب معانا، ما عندهاش فريمون بلاصه وين يبوجي. الوغ بروفيتيت. هنايا كنا وصلنا لمدينة الأغواط كما راكم تشوفوا. أنا تعجبني الأغواط، تجيني شابة والطريق تاعها واسعة. جست خرجنا من الأغواط، حطينا الفطور. كنا وجدنا يعني الفطور في الدار. كنا قلينا شوية دجاج بلا صوص والفريت والفرماج وبيض مغلي، يعني فطور خفيف ظريف. وبروفيتيت جست فطرنا. خليت أنس مسكين شوية يعني يسرح رجليه، يلعب، يتوشي التراب، يخرب شويه. اكيد عسيته باش ما يمشيش للطريق، ولكن خليته يدي هذيك المساحه. ومن بعد كملنا الطريق. هنايا جست فتنا الغواط، ضربتها بواحد الرقده ما فطنتش حتى الورقله. هنايا كان ديجا اذن المغرب. ما دخلناش، قلت لكم حسيم سعود حتى 7 تاع الليل كما راكم تشوفوا. يعني خرجنا في الظلام ودخلنا في الظلام. فريمون طريق بزاف طويله، يعني يروح لك نهار كومبلي في الطريق. ولكن معليش، بنادم كي يتفكر باللي راه ماشي باش يشوف الاهل ولا فامي والاصدقاء والجوارين، ويخرج ويحوس ويبدل الجو. يعني هذه راها تصرى خطره في العام، ما راناش كل يوم يعني نحكموا الطريق. مره برك في العام نجيو الحسيم سعود باش يعني نتفكروا ذكريات الطفوله ونشوفوا يعني الحاله كيش راها وكيش ولات. المهم هنايا كما شفتوا جست وصلنا. صبت لولو اماني مع العشاء كانت توجد في البوراك. هبطنا الباجاج كومبلي، ومن بعد زعما دخلت نعاونها شويه في الكوزينه. وجدت معها دريسيت لها الحلو، دريسيت لها الماسيدوان، وهي كانت تقلي في البوراك. وهنايا زعما قالت لك حبت تدير اللمسه
اللمسه يا سيدي، اللمسه الريشيه في البوراك. كما راكم تشوفوا استعملت هاد الريشات الملونين وحطيتهم زعما كديكور. الحبات كاع نتكلوا الا الحبات اللي لاصق فيهم الريش ما كاش كاع اللي دار بيهم. المهم هذا هو الشكل النهائي تاع السلطه والطبق تاع الحلو اللي كانت دايراته. وهذه هي طاوله العشاء اللي كانت دايرتها شوربه فريك الله الله، معها بوراك سلطه ماسيدوان، والطبق الرئيسي اللي هو لي بول تاع الكفته مع الدجاج مشوي والفريت ولاصوص، واخيرا طبق تاع الحلو. المهم تعشينا وعندكم تحسبونا زعما قال وصلنا من الطريق عيانين، فوتنا ديريكت غسلنا الماعن ورقدنا. لا 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 لا، كملنا سهرنا وقصرنا وقيلا جبنا ل 11 ولا 12 تاع الليل، حتى بقى خويا اللي كيدي فينا ويقول لنا نتوما ما تنوضوش ترقدوا اليوم، خليوني نريح راني من الصباح وانا نصوب ومازال ما رقدتش. المهم هذا هو كان الفيديو تاع اليوم، نتمنى انه يكون نال اعجابكم. ما تنسوش انكم تخليوا لي ارائكم في التعليقات، وتحطوا لي يعني ليجام وتدعموني وتشجعوني باش هكا نحط لكم فيديوهات اكثر ان شاء الله. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.